اهلا بيكو، انا سارة ودي اول حلقة في اول تجربة عملية ليا. ممكن يكون بتسمعني بالصدفة او يمكن كنت بتدور على صوت يطمنك. ايا كان السبب، انا مبسوطة انك هنا. قررت ابدأ البرنامج ده علشان يبقى فيه هدنة صغيرة نتكلم فيها، يمكن نلاقي مع بعض مساحة امان نرتاح ولو لدقايق. والرحلة لسه في اولها، فلو حابب تبتدي معايا من اول الطريق خليك معايا ويلا نبدأ. كم مرة حسيت انك لوحدك وان محدش فاهمك؟ كم مرة استنيت من اللي حواليك يلاحظوا اللي جواك ويحسوا بيك ويطبطبوا عليك وما بيحصلش؟ حتى تحاول تقول انا تعبان بس دايما بيطلع على لسانك انا تمام. كلنا مرينا بمواقف من دي واستنينا من اللي حوالينا، من الاهل ومن الصحاب ومن الناس اللي بنحبها، انهم يفهمونا او يحسوا بينا، ولكن مفيش رد. بس السؤال هنا، ليه طول الوقت بندور على اللي يفهمنا مش بندور نفهم نفسنا؟ تعالوا نبدأ من هنا. الحقيقة اننا كبشر اتربينا على فكرة ان اللي يحبك لازم يحس بيك من غير ما تتكلم. نفتكر ان اقرب الناس لينا لازم يفهمونا من نظرة، ولكن في الواقع مش دايما هيبقى كده، لان الناس مهما كانت قريبة منك ومهما كانت بتحبك هي مش جوه دماغك ومش دايما شايفة اللي انت بتحس بيه. اللي بتحبه ممكن يكون مشغول، والصاحب ممكن يكون تعبان، والاهل على قد ما بيحبونا مش دايما هيفهمونا. فخليني اقولك ان فهمك لنفسك مش حاجة ثانوية، ده خط الدفاع الاول لما كل شيء حواليك بيتفكك. كلنا جوانا خريطة بس اغلبنا عمره ما بص فيها، دايما بندور على دليل خارجي وننسى انه اساسا المفاتيح جوانا. تلاقي مرات كتير بنبقى تايهين جوا نفسنا، زعلانين من غير ما نعرف السبب، بنتصرف بعصبية من غير ما نفهم مصدرها. هنا فهم النفس مش حاجة سهلة بس ضرورية، لان لما تفهم نفسك هتعرف توصل مشاعرك، هتقدر تعبر عن اللي جواك وتخفف من الحمل اللي عليك. فافهم نفسك عشان لما تيجي الضلمة تقدر تخرج منها بنفسك، مش تستنى حد يجي يشيلك. افهم نفسك وما تستناش حد يفهمك، لان الناس في الاغلب بيشوفوك من زواياهم هما مش من جواك. هيشوفوا رد فعلك بس مش هيشوفوا جرحك، هيشوفوا انفعالك لكن مش هيشوفوا خوفك. مفيش حد هيقدر يلمس العمق اللي جواك غيرك، مفيش حد هيقدر يمشي الرحلة دي عنك. وصدقني مفيش حب او دعم او احتواء هيعوضك عن غيابك عن نفسك، مفيش. فنرجع لنقطة افهم نفسك. افهم نفسك عشان تعرف تحت الغضب ايه، تحت الحزن ايه، وتحت السكوت اللي طال سنين ايه. في النهاية متتوقعش من الناس تفهم سكوتك وانت مش قادر تفسر سكوتك لنفسك. محدش هيعرف يوصلك غير لما انت توصل لنفسك الاول. ساعتها تقدر تتحمل الوحدة، الصمت، وحتى الرفض، لانك ببساطة بقيت في سلام مع نفسك. ساعتها الدنيا كلها هتبدأ تفهمك، لانك اخيرا فهمت نفسك. فما تستناش، لان اول خطوة حقيقية في حياتك هي انك تبطل تستنى وتبدأ تبص جواك وبس.